سعيدة بلقياكم مجددا في وصفة جديدة من وصفات رجاء في البيت، وغادي نتقاسم معكم أحسن من خبز المخابز بكثير أو خبز الفينو غير بالملعقة بدون دلك ولا مجهود، ناجح من أول تجربة، كيجي خفيف مفشفش. لا داعي أنني نشكر لكم النتيجة قدامكم، خصوصا أنه بدون محسنات ولا إضافات كي غادي تشوفوا معايا بطريقة مبسطة كيف ما تعودتوا، ما كترهقناش نهائيا. اذا بلا ما نطول عليكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقكم المحفزه طبعا الى عجبكم اقتراح اليوم، وما عليكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا باقي التفاصيل. اذا على بركه الله كنحتاج الملعقه ونصف من الخميره اللي كنوضعها في انيه العمل. طبعا الا كان الجو بارد راكم كتوضعوا ملعقتين كبيرتين، وكنضيف ملعقتين كبيرتين من السكر غير باش كيتحمر لينا الخبز. ممكن تعوضوهم بالعسل. ايضا كنضيف كاسين من الماء اللي كيكون دافئ. طبعا هذا الكاس راه كيقيس لي 300 مليلتر، اي في المجموع احتاجيت ل 600 مليلتر من الماء. طبعا الا عبرتوا بكاس كبير راكم كتحصلوا عفوا على كميه كثيره من الخبز، والا عبرتوا بكاس صغير كتحصلوا على كميه قليله. بنفس الكاس دائما، الكاس اللي كتعبروا به السوائل هو نفسه اللي غادي نعبر به السميد او هاد الدقيق اللي غادي نحتاج. طبعا انا استعملت هنا الفينو، هنا كنزوميه لكم بالنسبه للاخوات العربيات ما يسمى بدقيق الفرخه، اي سميد اللي كيكون رقيق ورفيع جدا، يعني ما كتوفروش عليه. ممكن تعوضوه بالسميد اللي كتحضروا به البسبوسه. طبعا انا ضفت هنا كاسين من السميد، كنضيفوه في هذه المرحله. علاش؟ لان السميد حرش باش كيليان وكيرطب لينا، كي غادي تشوفوا معايا بطريقه بسيطه جدا ما كترهقناش نهائيا. على اين كنخلط جيدا غير بالخلاط اليدوي حتى كينسجموا هاد المكونات بشكل جيد. من بعد غادي نغطي على الانيه ديالي وغادي نتركها لمده 10 دقائق تفاعل، ورجع معكم باش نكملوا تتمه التحضير. واحد الملاحظه اللي مهمه بزاف بالنسبه للسميد، ما كنوضعولوش الماء يكون سخون بزاف باش ما كيطلقش لكم السيور و كيضيع العجين لكم، فضروري الماء يكون غير دافي، يعني خصوصا دابا الصهد باش كي قلت لكم ما كتضيعوش القوام ديال العجين. من بعد مرور 10 دقائق كيتضاعف حجم الخليط او كيتفاعل بشكل جيد وكيصبح بهذا الشكل. طبعا هنا السميد راه كتليان وكترطب، ما كتبقاش حرشه، يعني ما غاديش تعذبنا نهائيا، ما غاديش نحتاجو ندلكوها كي غادي تشوفوا معايا في تتمه الفيديو. هنا كنضيف باقي المقادير اللي هي ربع كأس من زيت الزيتون او زيت نباتيه ما يعادل 75 مليلتر. الملح كيبقى على حسب الذوق. غادي نضيفو خماره كتعتبر من المحسنات اللي كتخلي لنا الخبز تبقى رطبه، وايضا غادي نضيف ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف. الا ما كتوفروش عليه غادي تعوضوا كأس من الماء بكأس من الحليب. غادي نخلط الكل بشكل جيد طبعا حتى كينسجموا المكونات بالكامل. من بعد ما كينسجموا المكونات بالكامل فغادي نضيف كأسين من الدقيق متعدد الاستعمالات، يفضل يكون دقيق ابيض، ممكن تستعملوا حتى الدقيق الكامل. وغادي نحتاج غير الملعقه اللي كنبدا نلفها في نفس الاتجاه او بشكل دائري، كتقوم مقام العجانه او الاله الكهربائيه. بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش يوضعوا يديهم في العجين ممكن تستعملوا هذه الطريقه. انا بالنسبه ليا بخاتي كنستعملها دائما. كيف ممكن تعجنوا غير بيديكم، ليكم الاختيار. على اي من بعد ما كندخل داك الكأسين ديال الدقيق كنضيف الكأس الثالث. ما كنضيفوش الدقيق دفعه واحده باش ما كتغلبناش العجين، يعني كنستطيعوا اننا نتحكموا في داك الكميه ديال الدقيق اللي كنعملوا وكيدخل لينا بكل سرعه. بالنسبه ليا الانيه ديال العجن صغيره فضفتو على مراحل. بالنسبه للكميه ديال الماء فكنحتاج لها 5 كؤوس من الدقيق بالنسبه للكميه الاجماليه، او ما يعادل كيلو و80 غرام من الدقيق. راه المقادير مضبوطه، المهم كتبقاو تدوروا في داك الملعقه حتى كتحصلوا على قوام اللي كيكون كيلتصق نوعا ما في الايادي. طبعا كتاكدوا باللي العجين منسجمه بشكل جيد، عفوا ما كيبقاوش يبانوا لكم اي تكتلات ديال الدقيق. كتاكدوا من قاع الانيه انها ما فيهاش الدقيق. المهم كتخدموا دائما الخليط غير بالملعقه. كي قلت لكم بمجرد ما كتبان لكم العجين انسجمات صافي كتحيدوا داك الملعقه وكتغطيو على الانيه ديالكم، كتركوها 5 دقائق ترتاح. من بعد مرور 5 دقائق
طبعا غادي نبدا ندخل الهواء للعجين، وكنأكد لكم اخواتي على القوام لازم يكون بهذا الشكل. العجين اللي كتكون كتلتصق نوعا ما في الايادي. شوفوا معايا هنا العجين راه كتعمل فقاعات، غير تبعوا الطريقه كما هي وصدقوني راها ما كترهقكمش نهائيا. كيف ممكن تستعملوا غير يديكم، كتبداو كتضربوا العجين بهذا الشكل تقريبا نفس الطريقه ديال السفنج، وانما هنايا كنعملوها غير مره واحده، يعني ما كنحتاجوش اننا نكرروها عده مرات. مباشره كنوضع العجين في واحد الانيه كبيره باش تلقى مساحه فين انها تقدر تختمر. كندهنها بالزيت وكنعاود هاد العجين ديالي، كنحاول نقدها ونبسطها باش كنعاونها على الاختمار بسرعه. وطبعا كنحكم لها الاغلاق بهذا الشكل. ممكن تعاونوها حتى بواحد الفوطه وكتركوها جانبا حتى كيتضاعف الحجم ديالها 3 اضعاف. صدقوني اخواتي راه كتختمر بكل سرعه الا تبعتوا التقنيه او الطريقه ديال 10 دقائق. المهم كندهن يديا بالقليل من الزيت، كنخرج منها الهواء المتكون. كنأكد اخواتي على القوام ديال العجين لازم يكون بهذا الشكل. ما تربيوش العجين قاصحه باش ما تضطروش تدلكوها فيما بعد، وفي نفس الوقت ما تكونش جاريه بزاف باش ما يسيحوش لكم الخبيزات ويجيوكم قاصحين ورقاقين. كندهن سطح العمل بالزيت، كنعاود هاد العجين ديالي وكنجمعها، وطبعا راها كلها منبله كلها عامله فقاعات كي شفتوا معايا بدون مجهود. غير تبعوا المراحل وكنأكد على القوام لازم تركوه كي شفتوا معايا في الاول لا فيديو. طريقه 10 دقائق العجين كتدلك راسها براسها، ما كتعذبنا ما كتمحلنا. على اين بعد ما كنجزء العجين لعده قطع، كناخذ كل قطعه وكنبدا كنكورها بين يديا، ودائما كنستعن بالقليل القليل فقط من الزيت. كنحاول نعطيهم نفس العبار او نفس الحجم. بالنسبه لكم ممكن تعملوهم كبارين كيف ممكن تعملوهم صغارين، ليكم الاختيار نتوما وشنو بغيتوا. انا عملت فيهم تقريبا 130 غرام، ممكن تعملوا فيهم حتى 160 غرام، ليكم الاختيار. او ممكن تخدموا بعينكم ميزانكم الا ما كتوفروش على الميزان. ودائما كنستعنوا بالقليل من الزيت، ودائما كنحاولوا نغلقوا داك الكويرات من التحت بشكل جيد. هنا غادي نحتاج للسميد اللي كندوز فيه هاد الكويرات. من بعد ما كورت الكميه اللي عندي بالكامل، طبعا كنهز اول كويره شكلتها لان كتكون ارتاحت العجين باش كتبسط معايا بكل سهوله. كي كتشوفوا معايا ماشي انا كنبسطها وهي كترجع، فضروري تهزوا الكويرات الواله اللي كورتوهم في الاول. وطبعا كنبسطها، ممكن تخليوها غليظه، ممكن ترقوها نتوما وكي كتبغيو الخبز. كيف ممكن تستعملوا الدلاك باش كتحصلوا على خبز مقاده، يعني ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. المهم اللي كترتاحوا فيه غادي ديروه. وطبعا بالنسبه ليا كنفضل انني نقرص الخبز بيديا بهذا الشكل. غادي نستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي بالكامل. شوفوا معايا الخبيزات عاملين فقاعات، العجين كلها ما شاء الله منبله. كي قلت لكم غير تبعوا المراحل. ودائما هاد الخبيزات كنوضعوهم على ورق الفرن او صينيه اللي كتكون مزيته بشكل جيد باش كتضمنوا انهم ما غاديش يلتصقوا لكم. بالنسبه للسمك الخبز نتوما اللي كتحكموا فيه، ممكن كي قلت لكم تعملوها غليظه او رقيقه. بالنسبه ليا ما كنبغيش داك اللبابه كثيره، فخبز اليوم عملته متوسط، ما غليتش وما رقيقش. حتى كنكمل الكميه اللي عندي بالبسط بالكامل. طبعا كتغطيو على هاد الخبيزات، كتغطيوهم بواحد المنديل باش ما كتشققش لكم العجين من الفوق، وكتركوهم حتى كيختمروا او كيتضاعف الحجم ديالهم. بالنسبه للمبتدئات، بمجرد ما كتوركوا بالاصبع ديالكم داك المكان سير بلاص كيطلع هنا، كتعرفوا بلي الخبز ديالكم خامره. ما تخليوهاش تخمر بزاف باش ما كترجعش فيها الخميره، كتجيكم فطيره ونقصه. فدائما كنبداو بالصينيه الاولى اللي شكلناها في الاول. الفرن اللي كيكون مسخن من قبل على 300 درجه. بالنسبه ليا اتيمات ثقيل شويه في الطياب ديالو، فدائما الخبز كنطيبها على 300 درجه. النار كتكون من التحت ومن الفوق. الا كانت المروحه كتشغلوها باش كتوزع الحراره. وطبعا كطيب الخبز بسرعه، لان كل ما بقات الخبز وقت طويل في الفران كل ما كتجي قاصحه، والعكس الا ما خداتش وقت طويل في الفران فكتجي طريه وكتبقى محافظه على داك الطراوه ديالها. كي قلت لكم هذا الخبز خبز المخابز او احسن بكثير، خصوصا انك عجنتي بيديك، كيعطي واحد الكميه كثيره وبطريقه بسيطه جدا كيف ما تعودتوا معايا، والنتيجه اكثر من رائعه. كنحصلوا على خبيزات اللي شهوه منهم، كيجيو طريين، كيجيو رطبين فشفشين، كيجيو اسفنجيين، وفي نفس الوقت كيجيو مقرمشين كي سمعتوا معايا. كيف ما تعودتوا دائما غادي نحلها لكم باش تشوفوها كتجي من الداخل
ولا اروع. كنصحكم بقوه انكم تجربوهم. ردوا لي الخبر في التعليق اللي كيفرحوني دائما. ما تبخلوش عليا بارائكم، اقتراحاتكم اللي كتهمني بزاف، وما تبخلوش عليا بمشاركه الفيديو مع احبابكم اصدقائكم كي تعم الفائده. كنشكركم جزيل الشكر على حسن تتبعكم، وما بقى لي نقول لكم غير الى اللقاء لوصفه اخرى من وصفات رجاء في البيت. كنبغيكم بزاف، مع السلامه.